السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعيني الكرام، متابعي قناة أبراج اليوم. النهاردة هنعمل قراءة عاطفية لبرج القوس، وهنشوف طاقتك ومشاعرك اتجاه الحبيب، وعن طاقة الحبيب ومشاعره ليك، وكمان طاقة العلاقة بينكم ونوايا الحبيب ورسائل الحب، وفي الآخر هنشوف مصير العلاقة وفرص التحسن. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج القوس. طاقتك ومشاعرك اتجاه الحبيب، انت يا قوس داخل الحالة العاطفية دي بطاقة حركة وحياة، مش طاقة انتظار ولا سكون. مشاعرك اتجاه الحبيب فيها رغبة في المشاركة وفي الضحك، وفي ان العلاقة تكون مساحة مفتوحة تتنفسوا فيها سوا. انت مش بتحب القيود ولا بتحب الاحساس انك محاصر عاطفيا، وعلشان كده قلبك دايما بيدور على الاحساس الحرية جوه الحب. مشاعرك يا قوس حقيقية، بس طريقة تعبيرك عنها مختلفة. ممكن تحب بصدق لكن ترفض إن الحب يتحول لعبء أو مسؤولية تخنقك. أنت عايز علاقة تضيف لحياتك مش تاخد منها، عايز شخص يمشي جنبك بخفة مش يشدك لتحت. في طاقتك إحساس بالمتعة لما تفكر في الحبيب، إحساس إن وجوده ممكن يكون مصدر بهجة، لكن في نفس الوقت عندك خط أحمر واضح. لو حسيت إن العلاقة هتأيدك أو ترفض عليك دور مش شبهك، قلبك يبدأ يبعد حتى لو الإحساس موجود. كمان يا قوس انت بتحب بفطرة طفل صغير بحماس وصدق، لكن لما تحس ان الامور بقت تقيلة او متكررة طاقتك بتهرب، مش لانك سطحي لكن لانك محتاج دايما احساس بالتجديد. الحب بالنسبة ليك راحة مش محطة تانية. في مشاعرك اتجاه الحبيب فضول كبير ورغبة في الاكتشاف، وفي نفس الوقت خوف خفيف من الملل أو من إن العلاقة تدخل في روتين. عايز حد يفاجئك ويضحكك ويخليك تحس إن الدنيا أوسع وهو موجود. كمان قلبك منفتح بس مش مستعد يقفل على شخص واحد لو حس إن العلاقة بقت خانقة. أنت محتاج توازن دقيق بين القرب والمساحة وبين الالتزام والحرية، ولو التوازن ده اتحقق مشاعرك بتكون قوية جدا ومخلصة. وفي جواك في رسالة صريحة من طاقتك بتقول أنا بعرف أحب بس ما بعرفش أعيش في قفص، اللي هيحبني لازم يحب روحي قبل ما يحب وجودي. طاقة الحبيب ومشاعره ليك، الحبيب في طاقته اتجاهك داخل حالة بداية مش نهاية. مشاعره ليك لسه بتتشكل وبتتكون خطوة خطوة ومش كلها واضحة له. في فضول قوي ناحيتك، إحساس إنك شخص مختلف، وفي رغبة في القرب، بس القرب ده جاي من باب الاكتشاف مش من باب التملك. هو شايفك فرصة مش عبء، فرصة يتعلم ويجرب ويشوف إحساس جديد. مشاعره ليك فيها براءة أكتر من عمق قديم، يعني مفيش تاريخ تقيل لكن في قبليه حقيقة إن الإحساس يكبر مع الوقت. هو مش داخل العلاقة دي وهو شايل هموم الماضي، هو داخلها بذهن مفتوح وقلب لسه طري. في طاقته تردد بسيط مش خوف لكن حذر، كأنه بيقول خلينا نشوف الدنيا هتاخدنا فين. مش ناوي ينط لكن ناوي يقرب على مهله، وده بيخليك أحيانا تحس إنه مهتم بس مش مندفع، موجود. مشاعره ليك عملية أكتر ما هي كلام، يحب يقرب بالفعل وبالمشاركة وبالتواجد مش بالاعترافات الكبيرة. ولو حس إن العلاقة ماشية بخطوة مريحة إحساسه يكبر من غير ما يحس، لكن لو حس بضغط أو استعجال طاقته ممكن تتلخبط من جواه. إحساس إنك ممكن تكون حد مهم في مرحلة جاية من حياته، بس هو مش عايز يحط توقعات عالية بدري، عايز يعيش اللحظة ويشوف الإحساس على حقيقته من غير مبالغة، وده بيخليه أحيانا يبدو هادي أو غير واضح. كمان الطاقة بتقول إن الحبيب مش شايفك شخص عابر، لكنه كمان مش حاطك في خانة الالتزام النهائي. خلينا نبني ونشوف، ولو الإحساس لقى راحته هيتحول بسرعة لحاجة أعمق. رسالة طاقته ليك بتقول أنا مهتم بس خليني أتعود إحساسي عليك خطوة خطوة من غير استعجال. طاقة العلاقة بينكم واقفة على نقطة محورية، نقطة تثبت واختبار حقيقي، مش مرحلة لعب ولا تجارب. دي مرحلة سؤال داخلي وبتقول هل اللي بينا ده له جذر؟ طاقة العلاقة بتقول إن في رابط أعمق من مجرد إعجاب أو حماس مؤقت، رابط له معنى وله أثر حتى لو مش باين. كمان العلاقة دي فيها إحساس إنكم اتقابلتوا لسبب مش صدفة، في شعور داخلي إن كل واحد فيكم لمس حاجة قديمة جواه وهو مع التاني، فكرة قيمة أو إحساس كان محتاج يتفعل، وده مخلي العلاقة تقيلة شوية، مش بالمعنى السلبي لكن بالمعنى اللي يخليك تاخدها بجد.
في طاقة ثبات هنا بس ثبات صامت. العلاقة مش بتجري ومش بتنهار، لكنها واقفة وبتستنى قرار واعي. أي حركة جاية لازم تكون محسوبة، لأن اللي هيتبني هنا هيفضل فترة طويلة. مش علاقة سريعة، دي علاقة يا إما تتأسس صح يا إما تسيب أثر قوي حتى لو انتهت. في نفس الوقت العلاقة محتاجة احترام للاختلاف. انت بطبيعتك بتحب الحركة والتجربة، والطرف التاني عنده طاقة ثبات وتركيز. لو الاختلاف ده اتفهم واتقبل العلاقة تقوى، ولو اتحول لصراع هيحصل انسداد. كمان طاقة العلاقة بتقول إن في فرصة لتحويلها لعلاقة ذات قيمة حقيقية، مش مجرد إحساس عابر. لكن الفرصة دي مش هتتحقق بالكلام الكتير ولا الوعود، هتتحقق بالأفعال الصغيرة الثابتة، وبالصدق مع النفس قبل الصدق مع الطرف التاني. كمان في رابط روحي هادي يخليك تحس إن في أمان لما تهدى مع الشخص ده، حتى لو حياتك بطبيعتها سريعة. وده معناه إن العلاقة ممكن تكون نقطة توازن ليك لو سبتها تمشي من غير مقارنة. الرسالة الطاقية هنا واضحة، العلاقة دي محتاجة اعتراف بقيمتها، مش استعجالها ومش تجاهلها. اللي هيقف عند النقطة دي وهيفهم معناها هو اللي هيحدد مصير اللي جاي. نوايا الحبيب ورسائل الحب. نوايا الحبيب ناحيتك مش خالية من الحب، لكنها تقيلة بالخوف. جواه مشاعر حقيقية، بس المشاعر دي محاصرة بقلق داخلي وبتفكير زيادة وبسيناريو أسود بيعيده في دماغه لوحده. هو بيحب لكن بيخاف الحب يوجعه أو يكرر وجع قديم لسه أثره موجود. كمان في نيته رسالة حب صامتة بتقول أنا مشتاق بس خايف، أنا عايز أقرب بس مرعوب من النتيجة. كمان هو من النوع اللي يقعد يفكر في كلمة قبل ما يقولها وفي كل خطوة قبل ما يعملها، وده مخليه دايما متأخر خطوة عن قلبه. رسالة الحب اللي جواه مش وردية لكنها صادقة. مش بيحلم بعلاقة مثالية، هو بس عايز يطمن، عايز يحس إن القرب منك مش هيقلب بخيانة ولا بيلوم ولا بضغط نفسي. علشان كده أحيانا بينسحب فجأة أو بيسكت أو بيبان مش موجود، بينما الحقيقة إنه غرقان في دماغه. كمان في نواياه إحساس بالذنب، كأنه شايف نفسه ضعيف شوية قدام إحساسه ليك، وبدل ما يواجه الضعف ده بيميل ويحمي نفسه بالبعد والتجاهل. هو مش ناوي يأذيك، لكن كمان مش عارف إزاي يطمن نفسه. رسالة الحب الأوضح ليك بتقول أنا محتاج أمان قبل ما أدي حب كامل. مش محتاج ضغط ولا اختبارات ولا مطالبة أتقل، محتاج إحساس إن اللي بينكم مساحة آمنة مش مساحة قلق. وفي نيته كمان رغبة في الصلح مع نفسه قبل الصلح معاك. يعني لو قرب قربه هيكون حقيقي، ولو بعد بعده ده سبب الخوف. وده مهم تفهمه علشان ما تاخدش كل حاجة على صدرك. الطاقة بتقول إن نواياه طيبة، لكن حالته النفسية مش مستقرة كفاية دلوقتي، ولو حس بالأمان قلبه ممكن يفتح فجأة بعمق. مصير العلاقة وفرص التحسن. مصير العلاقة بينكم مش مقفول لكنه متعب. الطريق موجود بس طويل وعايز صبر حقيقي من الطرفين، مش صبر انتظار ساكت، صبر واعي وفهم وحدود واضحة. العلاقة دي عدت باختبارات كتير ولسه واقفة، وده في حد ذاته علامة إن في قوة داخلية ماسكاها من الانهيار. كمان في طاقة مقاومة هنا، مقاومة للاستسلام ومقاومة لفكرة إن خلاص انتهت. في واحد فيكم وغالبا الطرف الآخر حاسس إنه تعب بس مش مستعد يسيب، واقف على آخر طاقته، بيحاول يحمي اللي باقي حتى لو مش قادر يدي أكتر من كده دلوقتي. فرص التحسن موجودة لكنها مش سريعة. التحسن هيجي على مراحل صغيرة، بكلمة صادقة أو موقف ثابت أو إحساس بالأمان، يتبني حبة حبة. أي محاولة قفز أو استعجال هترجع العلاقة لنقطة التعب من تاني. كمان مصير العلاقة مرتبط بحاجة واحدة أساسية بتقول هل التعب ده له معنى؟ لو الطرفين شايفين اللي بينكم يستاهل التعب، العلاقة ممكن تتحول لعلاقة قوية جدا مبنية على التجربة مش الوهم. لكن لو طرف واحد بس هو اللي شايل، فالطاقة بتقول إن الاستمرار هيبقى مرهق أكتر من اللازم. في فرصة شفاء بس لازم يجي بعدها إعادة بناء، يعني مش نرجع زي الأول، نرجع أنضج. الكلام القديم ما ينفعش والأسلوب القديم ما ينفعش، ونفس ردود الأفعال هتكسر أي أمل. الرسالة الأخيرة ليك يا قوس بتقولك ما تضحيش بنفسك علشان علاقة، لكن ما تهربش من علاقة لسه فيها روح. خليك ثابت وواضح وحط حدودك، ولو الطرف التاني قابل يقف معاك في نفس المساحة التحسن ممكن يحصل فعلا. العلاقة ليها فرصة
بس الفرصة دي محتاجة شجاعة مش بس حب. ودي كانت قراءتك العاطفية يا قوس، انتظروني في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.